اللحظه اللي احنا فيها النهارده. طيب اتفضل يا احمد بيه، اتفضل. تحياتي ليكم طبعا، تحياتي لكل اخواتنا المتواجدين. انا كنت قطعت عهد على نفسي باعتزال السوشيال ميديا لولا ضغطك مشاكس، وده اخر حاجه انا هعملها فعليا. انا وصلني ان في دايره هتدور معينه، فكر خبيث وسيء. لكن اذا شيطانكم يعني عبث في عقلكم، احنا هندورها كمان وبالطريق القانوني، وعلى الباغي تدور الدوائر، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في أي مكان. هنقتص من أي معتدي بالقانون. احنا لا بلطجية ولا بنهدد ولا بنروع ولا نتبلى، لكن انتوا لو اشتغلتوا بدماغكم وقذارة دماغكم هندورها زي ما حد دوروها. ودي مش رجولة على فكرة، ان نتكالب على شخص مخطئ ينال جزاؤه. مش مخطئ، ده امر يخص القضاء، مع احترامي للكافة. وارجو من اي حد على السوشيال ميديا عدم التراشق بالالفاظ، لان ربنا عز وجل قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ولكن اللي هيعتدي هنعتدي، ده قول واحدا. وربنا يحمينا من الفتن، لان الفاتنين